الفيديو ده جاي اتكلم على 3 ترندات على السوشيال ميديا طالعين بقالهم فتره كده ومنتشرين بشكل كبير، والشباب او اللي انا ملاحظه ان الشباب متاثر بيهم بشكل كبير جدا. والواقع ان ال3 ترندات دول غلط تماما، بل بالعكس. ال3 ترندات دول حرفيا لو انت مشيت وراهم او انت اتاثرت بيهم، وده الواقع اللي انا شايفه للاسف، هتلاقي نفسك فعليا مستقبلك اتدمر. ففي الفيديو ده انا جاي اتكلم على ال3 ترندات دول، وجاي اوضح لك ايه هم كويس، وجاي افهمك هم ليه اساسا غلط تماما. الترند الاول منتشر جدا بين الشباب، فكره اللي هو احنا مفيش داعي ان احنا نخش مدرسه، مفيش داعي ان احنا نخش جامعه، مفيش داعي ان احنا ندرس اساسا، واحنا نقدر نحقق حلمنا ونبقى اغنياء ونبقى مثقفين ونبقى كل حاجه من غير ما ندرس خالص. والناس دي بتستدل بنموذج زي مارك زكربيرج صاحب فيسبوك، طبعا ان هو ساب الجامعه بتاعته وما كملش الدراسه بتاعته، وبعد كده يحقق الحلم بتاعه وهو بقى صاحب فيسبوك. وكذلك ايلون ماسك اللي برده ما كملش الجامعه بتاعته او سابها، وبعد كده اسمه ده عمل طبعا المشاريع بتاعته وعمل الصاروخ وطلع فوق في السماء. الناس دي بتستدل بالنماذج دي. انا دلوقتي جاي ارد على الناس دي لان بجد الترند ده منتشر، وبجد منتشر بشكل فظيع بين الشباب وبين الطلبه، وحتى في المدارس في الجامعه، حتى بين الكبار يقول لك احنا ليه ضيعنا حياتنا في الدراسه. بصوا يا جماعه، اول حاجه لازم تفهم كويس ان مارك زكربيرج دخل جامعه هارفارد ها. ايلون ماسك دخل جامعه بنسلفانيا وجامعه ستانفورد لو انا فاكر صح. انت خش الجامعه، اي جامعه من ال3 جامعات دول، وبعد كده اعمل زيهم، انا ما عنديش مشكله، سيب الجامعه واعمل اللي انت عايزه. بس لو زي ما بقول لك، لو راجل كده خش جامعه من الجامعات دي. الجامعه دي انت عشان تخشها اساسا انت لازم تكون شاطر جدا 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 جدا. المشكله في ايه يا جماعه؟ بصوا، لازم نفهم كويس ان احنا لما بنيجي بنبص على النتيجه، بنبص على الحد، الشخص ده وصل لايه، ما بنبصش على الحياه بتاعته. انت بتوصل لايه نتاج افعالك. تمام؟ هي بالظبط زي فكره مثلا واحد دخل الجنه وواحد دخل النار. احنا بنبص ده دخل الجنه ده دخل النار، لا، هو حياته كانت ماشيه ازاي. ده حياته كان بيسمع كلام ربنا فدخل الجنه، ده حياته ما كانش بيسمع كلام ربنا فدخل النار. هي كده بالظبط. هو حقق ده على فكره، جزء من اللي هو سبب ان هو حقق ده ان هو شغل مخه، وهو جزء ان مخه اشتغل، ان هو كان بيدرس ودرس في جامعات محترمه جدا. فما ينفعش احنا نيجي نقول مفيش داعي ان احنا ندرس. الكلمه دي غلط تماما. الدراسه دي هي اللي بتفتح مخك، الدراسه دي اللي بتخليك ذكي، والدراسه دي اللي بتخليك عندك ديسيبلين، عندك التزام وعندك مسؤوليه وعندك هدف انك تحققه. فمن غير الدراسه دي انت اساسا هتكون شخصيه بلا هويه. وخليني اتكلم بواقعيه، وانا قعدت بتكلم بواقعيه يعني في القناه هنا. بص الفرق بين حد درس، مش بقولك ما درسش، بص الفرق بين حد درس في دوله من الدول العربيه وحد طلع درس بره. هتلاقي فرق كبير بين الاثنين في العقليه. انا مش بتكلم مين احسن من مين، انا بتكلم عامه فكره العقليه. هتلاقي المنتاليتي بتاعت ده انضف، هتلاقي ده بيعرف يتناقش افضل، هتلاقي ده مخه متفتح اكتر، هتلاقي ده شايف الدنيا بمقاييس تانية لانه طلع درس بره وشاف ثقافات تانية وشاف ناس تانية وفهم. مش معناها ان بتفقد الهويه الاسلاميه بتاعتك او بتفقد الهويه العربيه، بس معناها ان مخك بيتفتح. فما ينفعش احنا نطلع نقول مفيش داعي للدراسه ابدا، مفيش داعي لاي حاجه، وبعد كده يجي حد دلوقتي يقول لك مثلا طب ما روبرت كيوساكي صاحب كتاب الاب الغني والاب الفقير، ما ده ما كملش الدراسه بتاعته وما درسش اساسا من ايام المدرسه وبعد كده بقى روبرت كيوساكي. اوكي، اتعب زي ما تعب روبرت كيوساكي، وانا نفسي بقول لك سيب المدرسه. ما هي المشكله في كده، المشكله ان احنا بنقول سيب المدرسه سيب الدراسه، وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ قاعدين على القهاوي وبيخرجوا وقاعدين يعكسوا على البنات وهم قاعدين على القهاوي وما بيعملوش حاجه. فلا، روح ادرس وروح ذاكر وفتح مخك وخليك كويس، احسن ما تيجي تقول لا مفيش داعي للدراسه. او اتعب زي ما تعب روبرت. عايز توخد لي نموذج روبرت كيوساكي كنموذج، اتعب زيه واقرا حياته، ما تبصش شوف هو وصل لايه وهو ما كانش بيدرس. والجاب ما بين الاثنين، هو وصل لايه وهو ما كانش بيدرس، والمسافه اللي ما بينهم دي انت عارف حياته دي كانت ماشيه ازاي، انت عارف هو كان بيتعب ازاي، روح اقرا، هو اللي بيقول واعمل زيه. وانا بقول لك سيب المدرسه. لكن نطلع نقول مفيش مدرسه مفيش اي حاجه، بصراحه ترند غبي جدا، انا اسف اللي بقوله، وترند بيدمر شباب تماما وبيخلي الشباب والطلبه يطلعوا تافهين ومش مهتمين باي حاجه، تحس فيه عدم مسؤوليه في الموضوع. التاني معانا اللي بتكلم فيه وبرده منتشر جدا جدا، فكره اتبع شغفك، اعمل الحاجه اللي انت بتحبها. وهنا على فكره هتلاقي في كونفليكت كبير جدا على السوشيال ميديا حتى، وهتلاقي ناس متاثره بالرايين. فكره ناس تيجي تقول لك اتبع شغفك، وناس تيجي تقول لك ما تتبعش شغفك، ما تمشيش ورا الحاجه اللي انت بتحبها. انا فيهم صح. وتلاقي دايما على السوشيال ميديا ناس يا اما ماشيه في اتجاه اللي هو الاغلبيه، اعمل الحاجه اللي انت بتحبها ولازم تعمل الحاجه اللي انت بتحبها وي وي وي، وتلاقي ناس ثانيه طالعه الناحيه الثانيه خالص يقول لك لا، ما فيش حاجه خالص اسمها ان انت تتبع شغفك، وما فيش حاجه اسمها ان انت تعمل الحاجه اللي انت بتحبها، لازم تعمل الحاجه المفيده ليك وبس.
بصوا انا ليا وجهه نظر هنا برضو عشان الناس اللي ماشيه ورا اتبع شغفك او ما تتبعش شغفك. انا ليا وجهه نظر هنا بسيطه جدا. هو الموضوع مش فكره اتبع شغفك ولا لا. لو شغفك هيوصلك للحاجه اللي انت عايزها في الاخر، واسال نفسك، انت اقعد مع نفسك، هيوصلك للحاجه اللي انت عايزها بجد في الاخر، فاتبع شغفك. لو شغفك مش هيوصلك للحاجه اللي انت عايزها بجد في الاخر، ما تتبعش شغفك. وانا هنا جاي احكي بقى زي ما انت شفت كده في اسم الحلقه او في السامبنيل بتاع الحلقه، تجربتي الاليمه. هنا انا هحكي لك على نفسي نموذج حي عشان تفهم وجهه نظري اللي انا بتكلم فيها. انا مثلا على واحد، انا قصدي كمثال، انا واحد بحب جدا البحث العلمي، وانا طلعت كنت يعني عملت الماجستير في بلجيكا، وكنت بعمل دكتوراه في كندا وما كملتهاش بسبب ظروف والدتي الله يرحمها. فايا كان انا واحد بحب جدا البحث العلمي، فعلا بحبه. بس اكتشفت مع الوقت ومع الزمن بعد ما ضيعت سنين من عمري ان البحث العلمي مش هيعيشني الحياه اللي انا عايزها. انا بحب البحث العلمي جدا، بس هل ده هيعيشني اللايف ستايل اللي انا عايشه اللي انا عايزه؟ لا، مش هيعيشني اللايف ستايل اللي انا عايزه. فانت لازم تفكر بالطريقه دي. فكر اوكي، انا مشيت ورا شغفي، هيوصلني لايه؟ هل اللي هو هيوصله لي ده اللي انا عايزه بجد من الحياه؟ يعني مثلا كلنا عارفين، او لو انت مش عارف خليني اقول لك ان مثلا سكه البحث العلمي مش بتخليك حد غني، مش بتخليك تعيش حياه مرتاحه. ولو انت حد زي حالاتي عندك مسؤوليات كتير والتزامات كتير، مش هتعرف تغطيها. فانت اقعد اسال نفسك، هل انت موافق انك تعيش شغفك مقابل انت ما تكونش عارف تغطي التزاماتك ومسؤولياتك؟ ما اظنش في حد هيقول اكيد هتقول لا. فانت في الحاله دي هتضطر انك تعمل حاجات انت مش بتحبها، زي حالاتي انا بعمل حاجات كتيره جدا انا مش بحبها، بس عشان عايز اعيش اللايف ستايل اللي انا بحبه او اللي انا بدور عليه. في الاخر انا عايز اعيش لايف ستايل معين، فهضطر اعمل حاجات انا مش بحبها عشان اوصل لحاجه او للحاجه اللي فعليا اللي انا بحبها. لكن مش هشتغل حاجه انا بحبها وفي الاخر تعيشني شحات، او مش هشتغل حاجه انا بحبها وفي الاخر مش هكون قد مسؤولياتي او مش هكون قد التزاماتي. فهنا السؤال غلط. فكره اتبع شغفك ولا تتبع شغفك، الجمله دي غلط تماما. الجمله الصح، هل شغفك، او السؤال الصح، هل شغفك هيوصلك للحاجه بجد اللي انت عايزها؟ وانت الوحيد اللي هتعرف تجاوب على السؤال ده. لو لقيت اتبع شغفك. لو ما لقيتش يبقى انت لا، اضطر انك تعمل حاجات انت مش بتحبها بس عشان في الاخر تعيش الحياه اللي انت بتحبها. الترند منتشر بين الشباب برضو، وده بين الشباب بس، فكره اللي هو ايه، انت لسه صغير فعادي انك تغلط، وانت معاك لحد سن ال 25 سنه، ولحد سن 25 سنه ده الانسان بيقعد يغلط كتير لحد ما بيحدد طريق معين، ولحد. بص يا جماعه، الجمله دي غلط تماما. اوكي، الجمله دي لو هي صح فهي صح في حاجه واحده، وبرده مش صح قوي، هقول لك صح بنسبه 30% في فكره الحياه المهنيه. لكن ان جنرال الناس واخداها ان جنرال، يقول لك اصل انا لسه صغير فبغلط، اصل انا لسه صغير في المستقبل قدامي، اصل انا لسه صغير. لا، انت دلوقتي صغير، بعد كده هتبقى كبير، هتلاقي العمر سرقك. اللي انت بتعمله وانت صغير في العشرينات هو اللي هيحددك لما تبقى في الاربعينات ايه. فاهتم جدا بالموضوع ده. مفيش حاجه اسمها انا صغير فعادي اغلط، عادي احنا بنتعلم. لا يا حبيبي، مفيش داعي انك تتعلم من اغلاطك، مفيش حاجه اسمها كده. اي حاجه انت مقدم عليها، اي حاجه انت بتفكر تعملها، ادرسها صح الاول. مش بقولك معناها انك مش هتغلط، ادرسها صح. يعني على سبيل المثال مثلا هدي لك مثال، حاجه ليها علاقه بالدين وانت هتفهم قصدي دلوقتي، وهنقلها على حاجه ليها علاقه بالحياه العمليه. دلوقتي لو انا مثلا انا عايز اشرب خمر، انا بحب الخمر وعايز اشرب خمر، فبقول لك عادي انا صغير انا بغلط عادي، ايه المشكله هغلط وبعد كده عادي. لا، روح اقرا الخمره دي، انت مسلم، الخمره دي حلال ولا حرام؟ الخمره دي حرام، ما تشربش خمر. مفيش داعي تيجي تقول اصل انا عادي، اصل انا اغلط عشان انا صغير. لا مش عادي، انت كده غبي، انت كده حمار، انا اسف، انت كده بتستعبط، انت كده بتضحك على نفسك، انت كده بتاذي نفسك. انت عارف ان الخمره غلط، لو قريت، لو بس شغلت مخك ثانيه وقريت هتكتشف ان الخمره غلط. كذلك في الحياه العمليه، انت يقول لك اصل انا عادي اخش في مشاريع وافشل، اصل انا عادي اضيع فلوس، اصل انا عادي مش عارف ايه، اخسر ناس واخسر علاقات. لا مش عادي بحجه ان انا صغير. انت مش صغير يا حبيبي، انت لازم كل موضوع انت داخل فيه تقرا فيه كويس. انت داخل في مشروع تحاول تدرسه كويس، تشوف الناس اللي عملوا المشروع ده نجحوا ازاي، عملوا ايه، تشوف الناس اللي دخلوا في المشروع ده وفشلوا ليه، وانت في الاخر قيم. مش معناها انك مش هتغلط، مش معناها انك مش هتفشل، بس ادرس الاول. لكن الترند المنتشر اصل هو عادي الواحد لحد سن 25 و26 سنه الواحد يقعد يكتشف الناس ويقعد يعمل في اغلاط. طب ليه؟ ايه الفايده ان انت تقعد تعمل في اغلاط وتضيع من عمرك 25 سنه، هتضيع من عمرك؟ يعني انت مثلا دخلت جامعه 18 سنه، ضيع من عمرك 5 6 سنين ولا ايا كان كام، والله 7 سنين 8 سنين من عمرك بحجه ان انت صغير. ده في الاخر هيؤدي انك عمرك بيضيع وفي الاخر انت ما عملتش اي حاجه. وعشان نلخص موضوع الحلقه في الفيديو ده، انا كنت بتكلم على 3 ترندات على السوشيال ميديا منتشرين بشكل كبير جدا، ليهم تاثير سلبي
خرافي على المجتمع وعلى الناس عامه، على الحياه عامه. الثلاث ترندات دول هم اول حاجه هي فكره اللي هو مفيش داعي ان احنا ندرس، مفيش داعي ان احنا نخش مدرسه ولا نخش جامعه وندرس، اساسا نقدر نحقق اللي احنا عايزينه من غير ما ندرس، والدراسه دي ملهاش اي فايده. الترند الثاني هو فكره اتبع شغفك او لا تتبع شغفك، الترند الكونفليكت اللي موجود ما بين اتبع شغفك ولا تتبع شغفك. والترند الثالث والاخير اللي هو انا لسه صغير فعادي معايا لحد سن 25 سنه 26 سنه، تعرف تغلط فيه عادي وبعد كده ان شاء الله تحدد طريقك. ده كان موضوع الحلقه بتاعتنا النهارده، اتمنى يكون الفيديو مفيد، اتمنى اعرف رايكم تحت في التعليقات، ولو شفتوا الفيديو مفيد شيروه مع الناس التانية. وزي كل مره في اخر كل فيديو خلي بالكم على نفسكم وخلي بالكم على الناس اللي بتحبوهم، واشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. سلام.